ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وكويسين. معلش اتأخرنا عليكم الفترة اللي فاتت دي، بس كان عندنا مناسبة عائلية يعني. الحمد لله. بس ان شاء الله الفترة الجاية دي بقى قررنا ان احنا نعمل فيديوهات اكتر واكتر. كنا رحنا رحلة مطروح وصورناها في اول الشهر، بس عشان كنا موضوع المناسبة وكده والفرح يعني، فما لحقناش ننزلها بصراحة. فاحنا قلنا ننزلها بقى الوقت بقى طالما فوقنا بقى ورجعنا تاني. آم، احنا هنا يعني هنا في بلدنا وكده، قالوا تعالوا نعمل رحلة ختاما للصيف يعني. ولقينا التذكرة بتاعتها سعرها معقول، فاحنا قلنا بما اننا بنسمع كتير قوي قوي عن مرسى مطروح، كان نفسنا نروحها من زمان بصراحة. بس كنا خايفين من موضوع السفر الطويل وانها بلد بعيدة وكده. قلنا خلاص نروحها طالما هي موضوع رحلة يوم واحد او يومين يعني. احنا قعدنا في الرحلة دي يوم ليلتين. اه، قلنا خلاص تمام، نروحها نبص على يعني لو البلد عجبتنا وكده نبقى نروحها كمصيف بقى. لو ما عجبتناش يبقى احنا رحناها وخلاص وشفناها برضو. اه، احنا اتحركنا الساعة 10 بالليل، وصلنا تاني يوم الساعة 8 الصبح، ورجعنا اتحركنا الساعة 12 بالليل، واصلين تاني يوم برضو حوالي الساعة 9 الصبح. 9 10 الصبح كده، او متحركين 11 بالليل تقريبا. المهم هنا كنا وصلنا البلد. هو انا مش عارفة يا جماعة بصراحة، يعني انا مش عارفة هل انا يعني البلد دي هل هي دي بقى فعلا مرسى مطروح. احنا لفناها من شرقها لغربها يعني. شفنا دخلناها من المدخل ورحنا احنا كنا رايحين شاطئ المروة اللي هو بتاع الأبيض. البلد زي ما انتوا شايفين كده، أنا مش عارفة، أنا مش شايفاها بلد سياحية ولو بنسبة 1% بصراحة يعني. أنا بص، أنا عارفة إن في ناس كتير هتختلف معايا في الرأي ده، وإن مرسى مطروح لها ناس عشاقها يعني، أنا عارفة. بس مش عارف، وما كانش رأيي الواحد يعني، احنا رأينا كلنا، ومش رأينا اللي هو كعيلتنا اللي احنا كنا رايحين، لا، الناس اللي معانا كلها. هل ما عرفش، مش عارفة يعني، هل احنا ما شفناهاش بقى، شفناش فيها حاجات كتير احنا ما شفناهاش، ولا هي كده بس اللي احنا شفناه؟ ورحنا سوق ليبيا ورحنا حمام كليوباترا ورحنا هنا وهنا. لا، يعني اللي هي دي مش مرسى مطروح خالص اللي كانت في خيالي. هي البلد فيها ما شاء الله بحر زي الفل، هي فيها بحر 100 100. لكن كبلد لا، انا شايفاها بلد بدوية قوي يعني، مش بلد سياحية كده، مش مهتمين بيها يعني، بيوتها يعني. حاسة ان هي مظلومة، مش مهتمين بيها زي البلاد التانية يعني. مرسى مطروح يعني راس البر مثلا ما شاء الله يعني، البلد من اولها لاخرها مهتمين بيها. اسكن، مش عارفة، شرم الشيخ بقى اللي هي البلاد الحلوة دي. لكن مرسى مطروح هي فيها بحر جميل قوي ما شاء الله. بس البلد انا لفتها بلد شعبية قوي، بسيطة قوي قوي يعني. هنا بقى كنا هنا يعني، هنا كنا وصلنا، فكان الاختيار يعني في اختيارين، يا نقعد اللي هي على شمسية بالكراسي، يا نقعد اللي هو ايه الخيمة. في خيام اللي هي مفتوحة بالظهر ده، وفي خيام كانت مقفولة من الظهر. الشمسية والكراسي ب100، الخيمة كانت ب200. فاحنا عشان كان معانا شنط بقى وكنا عاوزين نقعد براحتنا يعني، خدنا اللي هي ب200 دي، اللي هي الخيمة المقفولة. آه هنا بقى كنا غيرنا وحطينا هدومنا، وحطينا الشنط بتاعتنا والحاجة، وندى كانت قاعدة تلعب. الوقت ده بقى كنت انا وآية كنا رايحين، المفروض احنا رايحين نغير هدومنا يعني. احنا هنا واصلين حوالي الساعة، كانت الوقت كده كان الساعة 9 الصبح. المية كانت تلج، كانت تلج بمعنى كلمة تلج يعني. انما الجو كان لطيف حلو، المية بس اللي كانت ساقعة شوية. هو بصوا يا جماعة، هو الشط معقول حلو، المية تحفة. لكن ابشع حاجة في الشط هناك كان موضوع الحمام. هو اصلا منفعش نقول عليه حمام، هو علبة صفيح كده، مكان صفيح فيه قعدة بس، مش اكتر من كده. ويا ريت يعني، يا ريت الحمام كان نضيف. انا حرفيا دخلت، انا طلعت جري من الحمام كنت هرجع. مش مهتمين بالنظافة، مفيش نظافة اصلا، مفيش مية، قافلين المية، مفيش مية. وكل ده كوم ويقولك الدخول ب5 جنيه. حصل خناقات كتير يومها، وحصل مشاكل كتير. ناس تشتكي اللي هو يا جماعة، ما احنا طول اليوم ودافعين 200 جنيه للشط، خلاص يعني خلوا الحمام حتى يعني مفتوح عادي بقى من غير فلوس. لا، داخلة تغيري، داخلة تعمل اي حاجة 5 جنيه. اللي هو طب خلاص نضفوا الحمام واحنا ندفع، مفيش نظافة. انا زعقت، طب خلوا حتى الحمام نضيف، احنا حرفيا مش قادرين ندخل الحمام.
بص هو ده الحمام الصفائح الزرقاء دي، هو عليها خزان، وكنا رحنا هنا قالوا ده رجالي، بس في الاخر عشان ده الوحيد اللي فيه دش، اللي هو الحديده اللي طالعه بره اللي بتاع الزرقاء دي، يعني حتى الدش مش جوه الحمام مثلا، لا لازم تقف بره، يعني ايه تشطف بره بهدومنا بقى. هي دي بقى اللي كان بتاعه الحريم، شفتوا اصلا معلهاش خزان ميه، مفيش فيها ميه، واللي واقف ده بياخد 5 جنيه من اي حد داخل، بيوقفك طابور كده. فكان موضوع الحمام ده سيء قوي بصراحه. الاتوبيسات دي كانت بتاعتنا، احنا كنا رحله 4 اتوبيسات. احنا نزلنا الميه بس حوالي الساعه 3 كده، كانت الميه معقوله، بس كان الموجة عاليه قوي بصراحه. الميه كانت حلوه يعني. آم، نزلنا وبعدين طلعنا بقى، قلنا نجري بسرعة نلحق نلبس قبل الزحمة والعدد ده كله، لأنه زي ما شفتوا هو كان الحمام ده بس اللي فيه مية عشان الناس تستحمى يعني وتشطف فيه. هنا بقى كانوا قالوا المكان اللي بعده هنروح حمام كليوباترا. واحنا وصلنا بقى حمام كليوباترا، برضو كانت التذكرة دخول ب10 تقريبا، ب10. دخلنا بقى كله قال بقى خشوا وتصوروا وكده يعني. كانت الساعة حوالي 6 أو 6:30 كده. وصلنا حمام كليوباترا هنا وكله بقى كان قاعد يتصور، بس مش عارفة يعني برضو الواحد كان بيسمع حمام كليوباترا انها يعتبر احلى منطقة شفتها في مرسى مطروح عدينا عليها، يعني كان مكان اسمه بورتو مطروح. هو ده اللي لقيت بقى في بسين، في كذا بسين يعني، ومكان عامل زي الكومباوند كده مقفول، والبيوت فيه او الشقق فيه كان شكلها حلو قوي، شاليهات الوان كده وشكلها حلو، والبسين والخضرة والحاجات دي. لكن باقي الاماكن زي ما انتم شايفين كده صحراء، بيوت مهدودة، حتت خرابة، مفيش فيها سكن يعني، مفيش فيها يعني مفيش فيها، مش عارفة، مفيش فيها اهتمام خالص، البلد مش مهتمين بقى خالص. البلد كلها يعني المفروض ده مكان سياحي اللي هو حمام كليوباترا دوت، الدخول فيه بتذاكر وكده، يبقى فيه شوية اهتمام، لا المكان زي ما انتم شايفينه حلو وجميل واثري وكل حاجة، لكن البلد يا جماعة البلد مهملة قوي. وده مش رأي الواحد يعني، ده كان رأينا كلنا مش كعيلة، لا برضو الرحلة كلها كانت رأيها ان هو كله بصراحة قال لا ما عناش هنيجي تاني. انا مش عارفة بصراحة هل احنا بقى ظلمنا البلد ولا لا، بس احنا مشينا فيها كتير، لفنا فيها كتير قوي قوي بصراحة، ما شفتش فيها فعلا مكان حلو الا بورتو مطروح. غير كده البيوت كلها شعبية، الاماكن شعبية يعني، شفت ناس كتير قوي مصيفين نازلين يأجروا، نازلين في عمارات او بيوت سكنية قوي، بيوت اللي هي بيوت قديمة قوي يعني. يا جماعة انتوا جايين، بحس ان هو البلد دي اللي بيجيلها من سفر، ده لو اقرب حاجة ليك اسكندرية بيجي من سفر يجي 3 ساعات. فحاسة ان هو البلد محتاجة اهتمام اكتر من كده بكتير بصراحة. او مش برضه برجع اقول مش عارفة، انا حاسة ان في ناس كتير هتختلف معايا في الرأي ده، لان برضه اكيد مرسى مطروح لها لمحبينها وعشاق، انا بسمع ناس بتعشقها يعني، بس معرفش هل سبب عشقهم ده بقى البحر بس ولا البلد كلها بقى ولا ايه، لان هو اللي عجبني فيها البحر بصراحة والرملة والجو والكده، لكن البلد كبلد ان انت تمشي فيها او تأجر فيها وكده لا، بصراحة لا. آه وموضوع الحمامات كان ابشع حاجة في اليوم، موضوع الحمامات ده احنا حرفيا كنا خلاص يعني، كنا فعلا عايزين نروح بقى يعني. حتى روحنا سوق ليبيا ده كنا عايزين ندخل حمام بقى قبل ما نسافر وكده، وما كناش دخلنا من ساعة ما كنا في الشط. تخش الحمام يقولك 5 جنيه، كل حاجة 5 جنيه 5 جنيه، واقسم بالله اقسم بالله ان انت تخش الحمام حاجة بشعة. خلاص يا جماعة انتوا بتاخدوا فلوس على الحمام نضفوها، انا قلت لهم كده، قلت لهم نضفوها، انا مش قادرين ندخل، والله العظيم ان احنا دفعنا الفلوس ودخلنا الحمام اقسم بالله ان انا خرجت، مفيش صرف، مفيش نظافة، مفيش مية، مش قادرة، مفيش كلنا كده بجد يا جماعة، مفيش حاجة خالص، مفيش اي اهتمام ولا نظافة. نروح يقولك روح البنزينة، نروح البنزينة الحمامات كويسة، بس يقولك لا مقفولة، مش عايزين يدخلوا حد. طب انتوا مثلا ما انتوا معرضين ان حد يجي يوم رحلة يوم واحد اي حاجة، خلاص يعني انتوا بتاخدوا فلوس بقى، ظبطوا المكان، نضفوه على الاقل، لما تاخدوا فلوس بتاخدوها على اساس حاجة يعني.
انما لا، الموضوع كان صعب قوي بصراحة يعني. الواحد احنا فضلنا عايزين ندخل حمام لحد ما وصلنا الاستراحة اللي هي في نص الطريق، لما كنا يعني خلاص بصراحة. فموضوع الحمامات ده كان صعب، وكان شكوى من الكل. المهم هنا بقى الناس كانت، دخلنا حمام كليوباترا هنا. آه قعدنا بقى كله بقى قعد يتصور شوية ونصور بعض فيديوهات بقى وحاجات من دي، ونصور المكان. يعني كنت فاكرة انا هلاقي تمثال، هلاقي حاجة جوه، بس انا لقيت زحمة زحمة ما شاء الله، ناس كتير اوي. شوفوا ناس كتير اوي داخلة، وكنت لقيت ناس بتطلع من المكان اللي هنجيبه هيجي دلوقتي. لقيت ناس بتطلع، أنا فكرت ان في حاجة جوه، اتاريهم جايين من البحر، بيطلعوا فوق الصخرة دي بينطوا ويقوموا جايين داخلين من الفتحة دي. ودي برضو فتحة اللي هي منورة، دي فتحة برضو بتطلع على البحر على طول. شوفوا الناس بتدخل هنا، انا كنت فاكرة برضو ناس في حاجة جوه او كده، طلع ان هو ممر بيطلع على البحر يعني. هو المكان كان جو حلو. وهنا بقى كنا رحنا السوق بقى، اتسوقنا برضو ولفنا في السوق شوية، وقعدنا بقى شربنا شاي وقهوة وكده، وبعدها بقى مشينا ووصلنا تاني حوالي الساعة 9 وشوية كده. المهم بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، وياريت ما حدش يزعل مني، يعني الناس اللي بتحب مرسى مطروح متزعلش مني. هو ما اعرفش بقى التجربة في يوم الواحد دي اللي ظلمته ولا ايه. المهم ما تنسوش تحطوا لنا لايك وتتابعوا القناة.